صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. لسه مكملين في كتاب وود بيكر ميثود، ولو ما كنتش شفت الطريقة شوفها في الفيديو اللي فات. الطريقة جميلة جدا، هتفيدك في انها ترفع مستواك بشكل ملحوظ في وقت قصير لو فهمتها وطبقتها صح. طيب احنا في البوزيشن رقم 11، امشي معايا في كل فيديو عشان نمشي في الكتاب بقدر المستطاع. لسه مكملين في البوزيشن رقم 11، ودلوقتي الابيض اللي عليه اللعب، والحقيقة الابيض في موقف لا يحسد عليه. دلوقتي الاسود عامل تهديد، عايز يعمل تشيك ميت هنا في الجي 2. طيب الابيض لو ما كانش المربع ده محمي بالبيشب والكوين، كان ممكن يروح بالبيشب على طول بتشيك ميت، ولكن الكلام ده ممنوع. طيب انا هعمل ايه؟ برضو همنع التشيك ميت دي ازاي؟ ده كمان الباك رانك عندي ضعيف لان البيشب خطير. الكوين والبيشبز ضاربين الدياجونالز جامد وحابسين الكينج. النقلة الجميلة اللي تفك الموضوع ده كله هي بيشوب هات الوزير. الوزير لو كل البيشوب على طول انا بديله الكش بهذا البيشوب الجميل، بجبره ان هو ياكل لان طبعا دي تشيك ميت. طيب وبعد ما ياكل انا عندي بقى كشات متتالية، وبكده انا انقذت الموقف وانقذت الجيم. اللي بعده موقف جميل جدا، الابيض اللي على اللعب. وهنا دايما حط في دماغك حاجة وانت بتلعب شطرنج، ايه هي؟ انك اول فكرة تيجي في دماغك هي اللي تشيك الكشات، ثم بعد كده ترتيب الافكار في دماغك هي الكابشر ثم النقلات التهديدية. يبقى اول حاجة اللي تشيك، تاني حاجة الكابشر، ثم النقلات التهديدية. دي ترتيب الفكر في دماغك وانت بتحل اي بوزيشن في الشطرنج. طيب النقلة هي على طول بروح بتشيك للكينج، بجبره طبعا ان هو يرجع اما هنا او في الجي 8. طيب لو رجع في الجي 8 بياخد على طول الروك، تنزل بتشيك اني anyway. ما يقدرش ياكلها بالكينج، ولكن مجبر ان هو ياكلها بالكوين. وطبعا الكوين ساب الحماية بتاعة البيدق الجميل ده، تشيك ميت طبعا لان في باتري معمولة بالروك والكوين. اللي بعده الموقف ده الاسود اللي عليه اللعب، وعايزك تسكان البوردة كلها كده بعينك عشان تشوف اللقطات التكتيكية ممكن تيجي ازاي. النقلة هي طبعا عايز اقولك ان انت تبوز الفيديو او توقف الفيديو وتشوف الحل في دماغك، وبعد كده نرجع لبعض. طيب النقلة هي الحصان ينط عايز الكوين. الكوين تقريبا ملوش اي مربع كويس يروح فيه، لان بكل بساطة انا لو رحت بالكوين هنا عايز اكسر مثلا، هكسر معاك ماشي، بس البيشوب هانجد متعلق، فالفيل او البيشوب مجبر ان هو ياكل النايت، وساعتها يسيب الفرق الجميل ده. اللي بعده اسود في هذا الموقف اللي عليه اللعب. وهنا زي ما احنا شايفين يبدو ان الابيض حامي كل حاجة في التلاجة، ولكن الاسود يقول له مفيش الكلام ده. ليه؟ لان معايا روك جميلة جدا. الروك هتقوم اكلة البون بكل بساطة. لو انت كلت، يعني لو كلت بهذا الشكل، شكرا انت بتاخد تشيك ميت. ليه؟ ملهاش اي حل. هتعمل ايه؟ هتعمل كده تشيك ميت برضه. فبالتالي ان انت سبت البون، وفي نفس الوقت البيشوب هيتحرك، هتقوم عامل دبل اب، ويبقى عندك هجوم كاسح على الملك. دي الفكرة بتاعت الاوفرلودنج اللي شرحناها في الفيديو الاولاني. اللي بعده الاسود في هذا الموقف اللي عليه اللعب، وهنا تكتيك جميل جدا وهي الاتراكشن. ان انت بتشد الملك من قفاه، تجيبه مربع معين عشان تديله تشيك ميت. ودايما احسب في دماغك الكشات الاول ثم الكابشر ثم النقلات التهديديه. في هذا الموقف الجميل الاسود يلاقي كوين تكس روك بتشيك، يجبر الكينج ان هو ياكل الكوين، وساعتها ياخد تشيك ميت بهذا الشكل الجميل الرائع. اللي بعده اللي عليه اللعب في هذا البوزيشن جميلة جدا. ليه؟ لانها بتناقش فكرة ان الملك يبقى اكسبوزد. يعني ايه اكسبوزد؟ يعني واقف بشورت في وسط الشارع، متعري من كل حتة، وطبعا جايله الاتاك من كل حتة. ازاي الكلام ده؟ النقلة هي نايت تيكس البون اللي على الجي 5. الفكرة ان انت بتوسع المجال للوزير ان هو يعمل اتاك. الاسود ياكل النايت، وساعتها الوزير يخش باتاك جميل كده، وبعد كده ياخد عدة كشات تؤدي إلى تشيك ميت. ازاي الكلام ده؟ بهذا الشكل اللذيذ الجميل. تشيك ميت جميلة جدا عليه اللعب. وهنا الأبيض يلاقي تكتيك جميل جدا.
قالك مفيش حاجة واضحة على الرقعة، ولكن انا عندي بندقة جميلة جدا، بندقة الاي 7 بون. فبالتالي انا هسناتش البون ده، وانت مش هتقدر تعمل لي حاجة. ليه؟ لان انا من وراه كنت عامل اكس راي اتاك على هذا البيشوب اللطيف. طيب النايت هياكل، وساعتها اكل بتشيك، وبقى معايا بون ومعايا ادفانتج كبيرة. اللي بعده الابيض اللي عليه اللعب في هذا البوزيشن، وطبعا عارفين ان اللعب كله بيبقى على الاف 7 بون في حالة ان البيشوب واقف في السي 4. وعشان كده شفناها قبل كده في الفيديو الاولاني، ان انت بتدي البيشوب تضحية بتشيك، الكينج ياكل، ياخد فورك جميلة وتكسب حاجتين، تكسب بون وتكسب ان الكينج بتاعه طبعا ما بيتش، فبالتالي هياخد ضرب من كل حتة. نيكست الاسود اللي عليه اللعب في هذا البوزيشن الجميل، وهنا فكرة الاوفرلودنج، الكوين واقف حامي مربع للتشيك ميت، فبالتالي انا عايز اشد الكوين ده لمربع تاني، فالروك تنزل بكل بجاحة وقلة ادب تاكل البون اللي واقف هنا في الاي 3. طيب انا البيست تراي بتاعتي ان انا اكل النايت، وساعتها الروك تكمل وتاكل البيشوب، ويبقى كده معايا ادفانتج بيادق كتير جدا. لو اكولت وسنبلت الموقف اكسب الجيم بكل بساطة. نيكست ابيض اللي عليه اللعب في هذا البوزيشن الجميل، وطبعا انت فهمت الدنيا ماشية ازاي، او على الاقل بدأ يتكون في دماغك ان البوزيشن ده الكينج فيه اكسبوزد. يبقى انا بكل بساطة عايز ادخل الكوين بتاعي في اللعب على الضغط على الاف 7 سكوير. فبالتالي انا النايت هعمل تضحية جميلة للنايت هنا، مش مشكلة ياكله بالهناء والشفاء، ولكن يلاقي الوزير على طول يديله واحدة كشاية كده جميلة، الكينج يتحرك، وبعد عدة نقلات يلاقي نفسه في الشارع، ياخد البون في وشه بتشيك اجباري، ياكل بالنايت، وبعد كده تشيك في تشيك، وبعد كده الموقف مزري، كش ملك مات. في البوزيشن ده بقى انت طبعا فهمت الدنيا. طيب هتقولي طب ما هو مفيش بيشوف واقف في السي 4، يعني انا هضغط ازاي؟ ولكن انت في حاجه مش واخد بالك منها، ايه هي؟ ان النايت بتاعه لسه ما طلعش في السي 6، فبالتالي انا برضو التضحيه شغاله مفيش فيها اي مشاكل، فبالتالي انا هنط بالنايت، عايز البون هياكل، هديله تشيك الاول، الاونلي موف بتاعته ان هو يتحرك بالكينج، لان الدياجونال ده مضروب ومفيش اي قطعه تعمل بلوكينج. طيب هيتحرك كده، بديله تشيك يمشي، بقوم راجع بتشيك الاول. ليه بجبره ان هو يتحرك تاني؟ هتقولي ليه؟ عشان اديله التشيك دي بقى وسناتش الروك اللي واقفه الجميله اللي تحت في الاتش 8. يبقى اذا هي الموف اوردر هو اللي بيحكم التكتيك، تمام؟ طيب واحد هيقول لي طب هو ليه لما عمل كده ما عملناش حاجه زي كده؟ بكل بساطه هزق البون عليه بهذا الشكل وبرضه اكسب، والوضع هيكون مزري جدا للاسود. نيكست الابيض عنده قطع كفايه انها تبني هجوم. يا جماعه الثلاث قطع دول مهمين جدا 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 في بناء الهجمه على الملك اللي مش مبيت، وحتى المبيت كوين بيشوب نايت. بص هجوم يعني فظيع زي ما هنشوف. الاسود متاخر جدا في نشر القطع، متاخر جدا في التبييت، فبالتالي الابيض يستغل الموقف ده وعلى طول ينقض على البون اللي واقف في الاي 5. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل يعني؟ قالك انا طبعا مش هاكل البون عشان ما ادخلش في السيكونس بتاع الكوين لما يجي يديني تشيك وبعد كده ياكل البون ده وبعد كده ياكل الروك، ولكن انا مش هعمل الكلام ده، انا هزق على البيشوب الاول، فبالتالي انا هروح برضو بالكوين في الاتش 5 بتاعتنا anyway. لما يزق البون عليك على طول بتنقض على البون محضر لديسكفر تشيك، هيضطر ان هو ياكل، وبعد كده تاكل الروك بكل بساطة وسهولة ويسر. نيكست البوزيشن ده ايمانويل لاسكر الابيض، وعايزين نعمل اتاك جميل جدا على الروك اللي واقفه لوحدها وحيده حزينه في الباك رانك، وعشان كده ايمانويل لاسكر يلاقي الروك تدب على طول البيشوب ده. طب وبعدين الروك تاكل، اكل بالكوين anyway، لو كلت بالبون كده بهذا الشكل بديك تشيك، تغطي على طول بسناتش الكوين ده ومعايا بيشوب زياده، اقدر اكسب بكل سهوله.
حلقة النهاردة خلصت من وود بيكر ميثود. وقفنا عند البوزيشن رقم 23، وان شاء الله في الحلقات الجاية نكمل. وعايز اقول لك في حاجة انت نسيت تعملها. تعالى تعالى استنى ما تقفلش الفيديو. انت نسيت، لا عملت لايك ولا عملت شير ولا سبسكرايب ولا الكلام الجميل ده. فاستأذنك روق على الفيديو وعلى ثعلب الشطرنج بالحاجات الجميلة دي، واشوفك في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.